بنعطيكم نبذة عامة عن المكان. طبعا هذا يعني أحد الحصون اللي ترممت فضل مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم لما كان وزير التراث والثقافة. طبعا احنا الآن جاءت الفكرة على أساس نعيد تأهيله بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية. طبعا الحصن يتكون من عدة عناصر. طبعا البرزخ حولناه إلى متحف، وكذلك عندنا الغرفة وحدة للأطعمة وغرفة وحدة للأسلحة كانت، فحولنا وحدة منها إلى أصحاب الأسر المنتجة. الحمد لله استطعنا أن نستقطب عدد سواح أجانب. فمثلا يوم الخميس كانوا معنا من أمريكا، وكذلك كانوا معنا من بولندا، وكانوا معنا من إسبانيا وبريطانيا، وحتى من شرق آسيا بدينا نستقطبهم. فهذه استحدثناها بما تمثل الحياة البدوية. هذا البرج، هذا البرج يستاهلون عنه إذا كان هذه الغرفة اللي احنا استحدثناها الآن من أجل الأسر مع الجمعية. وفعليا بدأنا في استقطاب بعض المقتنيات، وحتى دخلنا الأنظمة اللي حتى الكيو ار والأنظمة الحديثة. بداية جيدة. أيوة.